أهلا بكم في هذا التقرير الإخباري الخاص. لا تزال قضية اختفاء الطفلة سندس في مدينة شفشاون المغربية تتصدر المشهد، ليس فقط بسبب الغموض الذي يلف مصيرها، بل بسبب التطورات المثيرة التي شهدتها الساعات الأخيرة. فبينما كانت القلوب معلقة بالأمل، ظهرت يد العبث لتزيد من آلام هذه الأسرة. فقد أوقفت المصالح الأمنية بمدينة شفشاون شخصا ينحدر من مدينة تركيست للاشتباه في تورطه بتضليل العدالة والتلاعب بمشاعر أسرة الطفلة. هذا الشخص أقدم على خطوة وصفت باللا إنسانية، حيث تواصل مع والد سندس مدعيا أن ابنته لا تزال على قيد الحياة، وأنها محتجزة داخل منزل بضواحي المدينة لدى سيدة مجهولة. هذه الادعاءات دفعت الأسرة المنهكة إلى محاولة استدراج المعني بالأمر بتنسيق ذكي، حيث أوهموه بالأمان قبل أن تتدخل عناصر الأمن وتلقي القبض عليه في كمين محكم فور وصوله لمكان اللقاء المتفق عليه. وخلال التحقيقات الأولية اعترف الموقوف بأن كل ما قدمه من معلومات كان محض خيال واجتهاد شخصي لا أساس له من الصحة، بل أنه ذهب أبعد من ذلك بترجيح فرضية غرق الطفل في الوادي دون أي دليل ملموس. هذا التصرف غير المسؤول وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بقرار من وكيل الملك لتعميق البحث في دوافعه الحقيقية خلف هذا التضليل. ميدانيا تدخل عمليات البحث والتمشيط يومها السابع على التوالي فرق مختصة مدعومة بالسلطات المحلية وعشرات المتطوعين من ساكنة المنطقة تواصل ليل نهار مسح التضاريس الوعرة والمجاري المائية المحيطة بمكان الاختفاء وسط حالة من التضامن الشعبي الواسع الذي لم يسبق له مثيل. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.